نشرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني قانون للتجارة الإلكترونية اللي راح يبدأ تنفيذه بعد 3 شهور. حصلنا على مسودة من القانون من موقع الوزارة، واليوم راح أحكي عن إيش في هذا القانون، أهم النقاط اللي لازم التجار يعملوها، شروط اللي لازم تتوفر حتى يقدر الشخص يمارس التجارة الإلكترونية، وشو العقوبات المفروضة في حال مخالفة هذا القانون. بدنا نحكي عن بعض التعريفات الموجودة في القانون حسب ما ورد في المسودة. هاي المسودة مش النهائية لأنه القرار النهائي لسه ما نزل، لكن المسودة تحتوي ربما على 90% من القانون. كمان بداية هم بيعرفوا المتجر الإلكتروني بأنه المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذي يتيح للمزود الإلكتروني عرض المنتج أو الخدمة أو الإعلان عنهما وتبادل البيانات الخاصة بهما للمستهلك الإلكتروني. المزود الإلكتروني اللي هو كل شخص عبارة عن شخص كفرد أو شركة اللي هو شخص طبيعي أو معنوي، يعني يقوم بتسويق أو الترويج أو بيع منتج أو خدمة من خلال الوسائل. هدول التعريفين ربما الأهم إلنا اليوم حتى نفهم شو راح يصير. هلأ يتطلب حسب القانون من كل شخص يمارس التجارة الإلكترونية، سواء كان شركة مسجلة أصلا في التجارة العادية يعني أو غير مسجل، بده يسجل في التجارة الإلكترونية في سجل راح تطلقه الوزارة بعد 3 شهور حسب إعلانهم. وراح يتطلب منه شروط التالية: لازم يكون فلسطيني بطبيعة الحال ومقيم في فلسطين، يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني راح تحدده الوزارة، في رسوم راح يتم تحديدها لاحقا. والنقطة المهمة اللي بتعمل شوية ضبابية للتجار إنه يجب أن يكون لديه مجال فلسطيني أو اسم نطاق فلسطيني، يعني موقع إلكتروني بده يكون له www.اسمالشركة.ps. وهذه النقطة هي مهمة جدا حسب فهمي للموضوع، إنه إذا أنت ما عندك موقع إلكتروني ربما ما بتستطيع إنك تفتح تجارة إلكترونية. فأنا بدعو الشركات للبدء في حجز أسماء النطاقات الفلسطينية، خوف لحدا يحجز لهم إياها تلفا، يعني يكونوا مأمنين أموركم. كلمة المنصات وهي الأمور مش واضحة، إنه هل يجب عليك أن يكون عندك فعلا موقع إلكتروني ولا تكتفي إنه يكون عندك صفحات على السوشيال ميديا. حسب فهمي للقانون والاطلاع على السياسات والنشر وكل هاي الأمور، إنه يبدو إنه لازم يكون عندك موقع إلكتروني. مش 100% هذا الكلام نهائي، لكن هيك أنا فهمت نصوص القرار، لأنه يجب عليك أن تنشر سياسات التبديل والإرجاع، سياسات الكفالة، يعني في معلومات لازم تكون متوفرة دائما للمستهلك عندما يقرأ أو يريد الشراء منك، يكون هاي المعلومات موجودة عندك. القانون بيحدد كيف الإعلان الإلكتروني بده يكون. فمثلا بإمكانك طبعا تستخدم منصات الدعائية زي فيسبوك وتيك توك وهي الأمور. الإعلان بده يكون واضح، توصف المنتج، لازم يكون السعر محدد، يعني ما فيش اليوم إنك ما تحط سعر على المنتج، لازم يكون السعر محدد. الإعلان لازم يوضح وسيلة النقل ووسيلة الدفع، يعني هل في دفع بالفيزا ولا الدفع نقدا عند الاستلام، كل هاي الأمور. ولازم يتحدد آلية التوصيل، هل هي مع شركة توصيل مع البريد الفلسطيني، وكل هاي الأمور. البنود المهمة الثانية اللي ممكن نحكي عنها اللي هي شركات التوصيل. شركات التوصيل زي البريد الفلسطيني نفسه، شركات المرخصة، ونفس الشركة بتقدر تنقل البضاعة، يعني مثلا بتقدر تنقل البضاعة بالتكاسي عمومي أو مع أفراد أو مع هواة أو مع واحد يعني بين قوسين بترزق، هذا الإشي ممنوع. في بند مهم جدا لحماية البيانات الشخصية والحفاظ عليها لمدة معينة. المدة هاي ليست محددة حتى الآن في القانون، راح يحددها مجلس الوزراء لاحقا بعد 3 شهور، لكن يجب عليك أنك تحتفظ بمعلومات الزبون عندك. غالبا هذه آلية الحفظ بدها تكون عن طريق مواقع الإنترنت يعني وقواعد البيانات التابعة إلها. فلذلك أنا توقعاتي بتحوم على إنه بدهم يروجوا لفكرة إنه يكون في مواقع إنترنت للتجارة الإلكترونية. كمان شغلة مهمة مذكورة في القانون إنه بدك تطلع فاتورة إلكترونية أو ورقية نص على إيش المنتج وسعره، وهي الفاتورة لازم يتم بها إظهار بياناتك اللي مسجل فيها السجل الإلكتروني اللي هو اسم المنصة، رقمك ومعلوماتك الخاصة والسياسات اللي حكينا عنها سابقا. فهي الأمور بتنظم الموضوع بشكل أفضل. في بند خاص في القانون لازم تظهر سياسات الموقع وسياسات الخصوصية وسياسات التبديل والإرجاع والكفالة، هاي الأمور. في بعض البنود إنه في حال إنه أنت أعلنت عن منتج والمستهلك ما استقبله، وفي الحال إنه أنت قلت التوصيل مثلا خلال 48 ساعة، خلل في التوصيل وصل بعد 72 ساعة، في كلا الحالتين يحق للمستهلك رفض استلام البضاعة. النهاية في بند العقوبات، عقوبات تتراوح من 1000 ل 5000 دينار أي مخالفة لهذا القانون. يعني إذا أنت بتشتغل في التجارة الإلكترونية بدون ترخيص من 1000 ل 5000 دينار، إذا أنت بتنزل إعلان مضلل، إعلان مش واضح، برضه من 1000 ل 5000 دينار. لأغلب المخالفات حسب قوانين العقوبات المذكورة من 1000 ل 5000 دينار. طبعا في مواد ممنوع تداولها
وبيعها عبر هذا القانون بشكل إلكتروني، اللي هي بشكل عام ممكن تكون شائعة على الجميع، اللي هي المشروبات الكحولية، الدخان والتبغ بكل أنواعه، المنتجات الصيدلانية، المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام، الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية، المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية، منتجات المستوطنات، والمنتجات المخالفة للتعليمات الفنية، وأي منتج أو خدمة أخرى يحظر بيعها أو ترويجها بموجب التشريعات. خلاصة القول بالنسبة لهذا القانون هو هدفه فعلا حماية المستهلك وتنظيم هذا القطاع، وأنا مع هذا القانون، لكن القانون فيه ضبابية لازال، وإن شاء الله بما إنه إحنا معنا المسودة إن شاء الله الأمور تتضح أكثر في المستقبل القريب بعد 3 شهور على كيف آلية عمل هذا القانون. الدعوة الأخيرة هي اللي أنا شايفه من هذا القانون للتجار، إنه البدء تحضير للمرحلة القادمة، على القليلة حجز الدومينات أو أسماء النطاقات الفلسطينية لشركاتكم، لأنه ربما يكون في الفترة القادمة في ناس تستغل هاي الثغرة ويشتروا الأسماء هاي اللي هي اليوم تكلفتها $45 بالسنة، يبيعوك إياها بآلاف الدولارات، لأنه بيكون الأسهم لك محجوز وراح تتغلب بإيجاد أسهم مناسب. فهي هون ربما هي أكثر نقطة حققت انتباهي، إنهم هم بيروجوا لموضوع مواقع الإنترنت أكثر من ما إنه يكون التجارة عبر صفحات السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي. فمش محامي، وهذا الكلام حسب فهمي عام وطبيعة الكلام المكتوب، الموضوع مش صعب انه نفهمه لأي انسان، بعض المصطلحات ربما تحتاج لتوضيح زي ما قلنا، وبننتظر القرار النهائي